لأنهم معروفين ومكانتهم معروفة. النصيحة اللي قلتها أنت في محلها، أرجو من الضباط وطيارين والقوات المسلحة مستهدفين. ليه؟ لأن داعش وتنظيم القاعدة بيكفرونا. يعني إزاي بيكفرونا؟ يقول لك الضابط الشرطة والجيش المتقاعد أو اللي في الخدمة ده طاغية. يعني طاغية يعني كافر. حتى هم اللي يموتوا منهم ما يدفنوش فيهم معانا في مقابر المسلمين. حضرتك بتقول يا فندم ان انتوا فقدتوا 500 طيار؟ لا، 503 فرد من قوات الصاعقة. من الصاعقة؟ لأن الصاعقة دي لو تتذكر كان أسست في أمشاس. أيوة. أسسها اللواء عبد الفتاح يونس في مصر. مظبوط. جماعة الصاعقة في 93 هم اللي حاربوا التنظيم القاعدة وداعش في درنا سنة 1993، ولذلك انتقموا من اللواء عبد الفتاح وقتلوه وحرقوه بالنار. أين الإسلام واحد يحرق واحد ميت؟ أين الإسلام يذبح واحد ذبح زي ذبح الشاة؟ لماذا؟ لأن اعتبرونا طغاة. نصيحتك يا إخواننا الطيارين بالدرجة الأولى في مصر ما يفرحش ولا خريج مصر على فكرة ما يتبرمجش ويقول أنا عملت وخطيبته وجوزته وعياله ويحطوا صورته. لا، هيفقد الراجل. ولذلك خلوا عملياتكم الاجتماعية سرية. أحسن. سرية لأقصى درجة. أنا واخذ الأمن في مصر من الكلية الجوية مصر، أنا خريج بالبيس. نصيحة لإخواني، لا تنزلوا حاجة على الفيسبوك أو الجرائد أو مقابلات، لأن خطر على حياتكم. العمل اللي انتم عملتوه عمل بطولي في ليبيا، ومسموح لكم في أي وقت تنتقموا للإخوة اللي قتلوهم 21 واحد. أرضنا مفتوحة الكم، ما حدش يقول لكم لا حدود أو ما حدود. أمن في مصر في أمن ليبيا، أمن ليبيا في أمن مصر. العمق واحد، ونحن متعرضين لهم واحد، اللي قتلوا في سيناء زي اللي قتلوا في بنغازي. معلش يا استاذ العميد، معلش الجمله دي تاني عشان انا اتاثرت بيها قوي. حضرتك قلت حدودنا مفتوحه ليكم في اي وقت. نعم. السيد اللواء خليفه حفتر في مقابله صحفيه بالامس كان مع تلفزيون مصر بيقول ليبيا مفتوحه للقوات المصريه، بلغوا اللواء صقر بس نعلم مطلعه بس، اما خشوا اضربوا اي مكان للتكفيريين لتنظيم القاعده لداعش للخوارج في درنا وفي بنغازي او في اي مكان، لان ليبيا خطر على مصر. هم لو نحن لا قدر الله ما نجحناش في مهمتنا، ليبيا كل الليبيين حيطلعوا نازحين على مصر، وبعدين خطر على مصر بالدرجه الاولى. هم ناويين مصر. واضح ان حصل مشاكل في الاتصال. بس اللي قاله يعني يكفي ويزيد بالنسبه لي، يكفي ويزيد. اولا اتفق معايا على الفكره انه وجبت السريه، وبلاش مشاعر الفخر ومشاعر التباهي بالضربه، وان انا عملت الضربه او ان انا طيار اشتركت في الضربه، ولا حد يعرف حد اشترك في الضربه فيقول فلان الفلاني ويحط صورته للتباهي وكذا، لان ده بيسهل استهدافه، ده بيسهل اصطياده. فارجوكم حافظوا على نفسكم. انا قلت دعوتي ورسالتي ورجائي للسيد وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي انه يدي تعليمات بان كل افراد القوات المسلحه تنتبه وما تنزلش صورها وما تقولش معلومات على المواقع التواصل الاجتماعي تدل على شخصيتها او عناوينها او اسرتها او